بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. هعمل النهاردة معاكم ان شاء الله الكبدة البقري بطريقة سهلة جدا من غير اي تعقيد، واقولك ازاي ما تفتولش منك. وهنعمل كمان معاها العيش الكايزر السريع الاقتصادي جدا اللي بمية ودقيق من غير حليب ومن غير زبدة ومن غير بيض، يطلع معاكي مسامه مظبوطة بطريقة العجن وطريقة التخمير الصح. اول حاجة هنعمل مع بعض العيش. معايا كوباية من المية الدافية، هضيف عليها معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. هقلب الخميرة مع السكر كويس جدا لغاية ما ادوبها، واتأكد ان مفعول الخميرة نشط لما تبدأ تعمل فقاعات. لازم اعمل الخطوة دي عشان اتأكد ان الخميرة نشطة وما تبوظليش بقية العجينة، لان ممكن بعد ما اعجن كل العجينة ما تخمرش معايا ويبقى السبب الخميرة او تبقى ناشفة. بدأت الخميرة ان هي تنشط بالشكل ده. دلوقتي هضيف عليها بقية المكونات اللي هي عبارة عن نص معلقة كبيرة من الملح، واربع كوبايات ممسوحين من الدقيق جميع الاغراض، ومعلقة ممسوحة من البيكنج باودر. هعجن بقى كل المكونات بايدي لغاية ما العيش يلم معايا وتبقى عجينة طرية. طبعا انا ما ضفتش غير كوباية واحدة بس من المية، ودي طبعا لسه العجينة هتحتاج شوية سوائل كمان. جنبي كمان كوباية من المية الدافية، باخد منها شوية بشوية زي ما انتوا شايفين على ايدي. باخد شوية بشوية من المية الدافية، ما بننزلش بالسوائل كلها مرة واحدة عشان العجينة ما تسحش وتلزق منك. معلقتين معلقتين كده على ايدي وبكمل عجن، وبعجن كويس عشان ما ازودش كمان في المية وترجع تاني ازود دقيق. حبة بحبة صغيرين لغاية ما العجينة تلم وتسيب الطبق بالشكل ده. خلاص كده انا العجينة كلها الدقيق اختفى، وعجنت كل المية اللي انا ضفتها. هنزل بقى بيها على المفرش علشان اقدر اعجنها كويس. دول 4 معالق كبار من الزيت بمعدل على كل كوباية دقيق معلقة كبيرة. حطيت 4 معالق كبار من الزيت، وهبدأ ان انا الم العجينة واعجنها بالزيت. ولازم عشان العيش يطلع معاكي مسامه مظبوطة انك تدي العجينة حقها في العجن. دي ربع كوباية فاضت من كوباية المية التانية، يعني الاربع كوبايات من الدقيق خدوا معايا اجمالي كوبايتين الا ربع من المية الدافية. وخلصت ضفت الزيت. هبدأ بقى ان انا اعجن العجينة كويس جدا، وده اهم خطوة في اي مخبوزات ان هي تنجح معاكي، انك تديها حقها في العجن. لو العجينة لسه في القلب بتلزق في ايدك في شوية، اعجني فيها لغاية ما عرق الدقيق يطلع. هتبص تلاقيها بتلم نفسها بالشكل ده وتبقى ناعمة وملسة. لو حسيتي ان هي لسه التلزيق مراحش، ضيفي معلقة كمان من الزيت، مفيش اي مشكلة، هتظبط معاكي بإذن الله. ده شكل العجينة بعد ما عجنتها كويس جدا. بس طبعا انا ما صورتش كل طريقة العجن علشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس لازم تتعجن مش اقل من ربع ساعة. هندخلها تاني البولة اللي جهزت فيها، وهغطيها بكيس تلاجة او بستريتش راب زي ما تفضلي. هسيبها حوالي ساعة لغاية ما تضاعف حجمها بالشكل ده. بعدين هخرج الهواء اللي فيها، وابدا ان انا اخرج الهواء اللي فيها علشان ابدا اشكل الارغفه بتاعه العيش. انا مش هعمل الكايزر كبير، انا هعمله متوسط، يعني مش هعمله كبير قوي. يعني لو عايزه تقطعي الرغيف كبير شويه زي ما تحبي. هخرج بس الهواء اللي في العجينه، وابدا ان انا اخد كوره كده بكف ايدي، ملو كف ايدي، واقطعها عشان كل الارغفه طبعا تبقى طالعه قد بعضها. بملي كده كف ايدي وبقوم شاده قطعاها علشان تبقى كل الكور قد بعض، زي ما حضرتك شايفه المنظر ده كده. طبعا عشان بعمل بالمقاس ده، فكل الأرغفة طبعا طالعة زي قد بعضها بالظبط. الأربع كوبايات من الدقيق عملوا معايا 16 رغيف من الحجم اللي شفتيه معايا. لو عايزة تكبري شوية مفيش أي مشكلة. لو كبرت الرغيف شوية، الأربع كوبايات ممكن يعملوا معاكي 12 رغيف. أهو نفس المقاس كده. وبعدين جبت صينية عملت فيها تعفير الدقيق، رشة صغيرة من الدقيق، وحطيت فيها كل الكور اللي قطعتها بتاعت الأرغفة. ولازم أغطيها علشان عوامل الجو بتغير شكل العجينة، اللي هي بتخليها من فوق تعمل زي قشرة. خصوصا عجينة العيش لازم نغطيها علشان المسام بتاعتها من فوق بتتغير وبتعمل زي قشرة بسرعة جدا. دلوقتي باخد كل قطعة من اللي أنا قطعتها وبفردها على الرخامة، ولازم ان انا افردها والمها كده جوه بعضها كاني بعمل قرص. وده اللي بيخلي المسام بتاعه العيش مظبوطه، ان انت لازم تفرديها وتلميها كلها جوه بعضها زي البقجه كده. وبعدين برجع بنعم سطح الرغيف على الرخامه تاني. هعمل معاكم مره كمان. اهو باخد القطعه وبدوس عليها كده على الرخامه، وبعدين بالشكل ده، وبعدين بلمها وبلف وبقفلها بالشكل ده، عشان كمان يبقى السطح بتاع الرغيف الوش بتاعه يبقى مالس، ما يبقاش مشقق.
بلمها بالشكل ده، وبعدين بديها كده ايه تنعيمه على الرخام عشان يبقى سطحه ناعم وشكله حلو ومظبوط. بالطريقه دي لازم تعملي الحركه دي في العيش الكايزر علشان يطلع معاكي مظبوط. ما ينفعش تكوري العيش الكايزر وتسيبيه يخمر، مش هيطلع المسام معاكي مظبوطه خالص. عشان تطلع المسام مظبوطه وقريبه من بعض، ما تبقاش مسام كتيره واللبابه كتيره، لازم تبقى بالشكل ده وما يفرولش معاكي حتى لو بات معاكي لتاني يوم. عملت ال 16 رغيف بالشكل اللي حضرتك شفتيه معايا ده، ورصيته في صينيه وسبت طبعا بينهم مسافات. وقبل ما يخمر بضغط عليه ضغطه خفيفه قبل ما يخمر، ما تسيبوش يخمر وبعدين تضغطي عليه، العيش هيشقق منك. لو عندك بخاخه حطيت فيها معلقه من السكر وشويه ميه، وبقيت ارش على وش الارغفه بعد ما خمرت عشان ارش عليها شويه حبه البركه. طبعا لو عايزه ترشي سمسم حطي، انا ما عنديش سمسم فحطيت شويه حبه البركه. وهسيبها بقى لغايه ما تضاعف حجمها، تقريبا سبته ساعه بعد التشكيل. وهدخله على درجه حراره 200 رف اوسط لحد ما ياخد اللون الحلو ده. وطبعا كل شويه بتداير الصاج بتاعك علشان كل الارغفه تبقى اخده لون واحد، بيطلع بالجمال ده. ملحوظه بقى يا جماعه، ما تشيلوش العيش من الصينيه ابدا وهو سخن. تعالوا بقى دلوقتي نعمل الكبده. معايا كبده بقري، انا بشيل القشره بتاعت الكبده وبقطعها شرايح رفيعه وهي متلجه. والافضل حتى لو جايبه الكبده فريش لازم تعينيها في الفريزر شويه وبعدين تقطعيها عشان تبقى سهل معاكي ما تتهرهدش. انا بقطعها ترنشات رفيعه، شرايح رفيعه كده بالشكل ده، بس طبعا بقطعها وهي متلجه. بعينها في الفريزر تشد وتتجمد، وبعدين بقوم مطلعاها سلخه القشره بتاعتها الفوقانيه اللي بتبقى شبه الجلد دي، عشان دي طبعا بتبوظ التسويه بتاعتها خالص. وبقطعها ترنشات رفيعه، بس لازم تقطعيها وهي متلجه. المقدار الوعاء اللي هتسوي فيه الكبده يكون على قد الكميه اللي انت هتعمليها. يعني انا النهارده مثلا هعمل كيلو كبده، فعشان كده ما حطيتش في طاسه، عشان الكبده وانا بنزلها على الزيت كلها تبقى ملامسه النار، ما تبقاش متكومه فوق بعضها وبعدين تنزل السوائل بتاعتها. ومقدار الزيت كمان لازم يكون على قد المقدار اللي انت هتشتغلي بيه. يعني انا حطيت شويه زيت حلوين كتار، ويكون سخن جدا، الزيت يكون سخن جدا، وبعدين بنزل بالكبده لحد ما كل الكبده بفردها كده في الصينيه، ويبقى كل كبده طايلها النار، تبقى على الصينيه يعني طايلها النار، عشان لو كومت فوق بعضها وعملتي مثلا الكيلو ده في حاجه صغيره هتنزل طبعا فوق بعضها، تنزل ميه، واحنا مش عايزين الكبده تنزل ميه. هبدا ان انا طبعا ما حطيتش عليها اي حاجه، دي طريقتي في الكبده يا جماعه، مش بتبلها خالص، والحمد لله بتطلع بسم الله ما شاء الله، ولا فيها زفاره ولا فيها اي حاجه، وبتبقى دايبه دوب. لو طريقتك كويسه جربي برضو طريقتي هتعجبك جدا. مش بتبلها خالص، نزلت بالكبده كلها على الزيت في الزيت، وببدا اشمعها، يعني بديها اللون الرمادي، بخلي الكبده كلها تاخد اللون الرمادي. اول ما تتحول معايا للون الرمادي طبعا من غير تقليب كتير، بنزلها وما بقلبهاش، وبعد كده بقوم ابدا اقلبها بعد ما كل ما الجهه تاخد لون اقلبها على الجنب التاني. بعدين بتبلها بتوابل بسيطه جدا، معلقه من بتاعه البهارات دي مليانه كمون صغيره، معلقه مليانه بابريكا، معلقه مليانه من الفلفل الاسود، معلقه مليانه من السبع بهارات، والملح طبعا الملح تظبطيه على حسب رغبتك. بس هي دي التوابل اللي بتبل بيها الكبده مش اكتر. بعد ما تاخد اللون الرمادي بنزل عليها بالتوابل دي. هتقولي لي طب فين الثوم وفين الخل؟ هقول لك بعد ما تشرب من التوابل والاقيها بدات ان هي ريحه التوابل تطلع، بقوم فاتحه كده في الصينيه من النص في الزيت زي ما هو. طبعا الكبده ما نزلتش اي ميه، ده الزيت اللي احنا زودناه في الاول. بحط بقى معلقه كبيره من الثوم المفروم، او ممكن تحطي 4 فصوص من الثوم تطحنيهم وتنزل بيه في النص كده. بسيب الثوم في النص عشان ريحته تطلع ويتحمر كده مع الزيت. ومعلقتين كبار من الخل على الكيلو، وبقلبهم كده شويه في النص، وبعدين بقوم ملخبطاهم بقى من على الكبده، بتدي بقى ريحه وطعم بسم الله ما شاء الله، احلى مليون مره كمان من ريحه الكبده اللي في الشارع. ساعه ما بتعملي الخطوه دي بتلاقي ريحه الشقه عندك اتقلبت من الكبده بسم الله ما شاء الله. هديها بقى تشويحه شويه، الكبده بتقعدش مع النار خالص كتير، بتقعد مش يعني في الاول بتقعد حوالي 10 دقائق، وبعدين بعد ما ننزل الخل الثوم بتقعد برده بتاع 10 دقائق. بصي مش هتفتول ابدا منك، الواحده بوحدتها بالشكل ده زي ما حضرتك شايفه، ومتشمعه وما شاء الله، الواحده بوحدتها زي ما بقولك، ولا مفتوله ولا مهرهده ولا منزله مثلا الفتات بتاع الكبده. في ناس كده تقول لك بعمل الكبده ساعات بتفتول مني، جربي الطريقه دي استحاله الكبده هتفتول منك. شويه بقى فلفل اخضر قطعتهم برده ترانشات رفيعه نفس شكل تقطيعه الكبده، وهقلبها تقليبه اول بس ما الفلفل يخدل شويه. وزي ما انتم شايفين ما نزلتش اي ميه، بحمرها في نفس الزيت
واهم حاجه وانت بتشتغلي في الكبده يبقى الزيت سخن جدا والطاسه بتاعتك تبقى سخنه جدا، ما تنزلش ابدا على نار هاديه، هتبقى طعمها زفر وهتنشف. دي ليمونه كامله عصرتها ومصفياها من البذر ونزلت بيها على الكبده، ودلوقتي هطفي بعد ما بنزل بعصره الليمونه، بطفي عليها خلاص، ما بطولش عليها على النار خلاص. اخر حاجه بنضيفها الليمون ونطفي خلاص على النار، ما بنغطيهاش كمان خالص بعد ما تستوي. لو غطيت الكبده بعد ما تطفي عليها النار هتنشف، لازم تسيبيها لغايه ما تبرد خالص، بعد كده عايزه تغطيها غطيها مفيش اي مشكله. هتعملي شويه كبده محمرين بسم الله ما شاء الله دايبه، ولا فيها فتوله ولا فيها هراده ولا فيها اي حاجه. العيش بتاعنا برد بقى خالص، هفتحه بقى، هو طلع من الصاج خلاص، بصوا مسامه مظبوطه بسم الله ما شاء الله، وحجم الرغيف حلو. الولاد بيحبوا الحجم ده، ما بيحبوش الحجم الكبير. امليه بقى كده وبقلظيه بشويه كبده حلوين بسم الله ما شاء الله. تغيير بقى عن الكبده بمكرونه، كبده مكرونه لا، النهارده هنخبز عيش وهنحشي كبده، مفيش اطعم من كده. جربوا الكبده بطريقتي وجربوا العيش الكايزر السهل البسيط ده، وان شاء الله يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. وشكرا الف شكر على دعمكم المستمر ليا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم جميعا. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس او يعمل متابعه على بيجي الفيسبوك، ولايك بقى من ايديكم الحلوين، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية كتيره في حفظ الله.